حلقة جديدة ومعانا النهاردة واحد صاحبي. قاعدين في جاليري بشكل عشوائي جدا. هنسجل حلقة حالا في البرنامج الجديد. هنتكلم النهاردة عن ايه؟ عن الميتال والاي دي اتش دي. بالظبط. يلا بينا نبدأ. يلا بينا. آه، من حوار الميتال. نبدأ بحوار الميتال يعني انت ايه رأيك احسن حاجة كباند حاليا شغالة مشهورة حاليا يعني ليها صيت ما صح؟ بصراحة بيني وبينك انا يعني رأيي الشخصي، انا مش بحب اسمع الحاجات المشهورة، بحب اسمع الحاجات اللي هم الاندر ريتد. بس لو هتتكلم عن المشهورين، في عندك المشهورين طبعا والناس كلها بتسمعها: لينكن بارك، اي دي سي دي، اي دي اسمها ايه؟ اسمها إيه؟ نسيت. LCD. اي سي دي سي، اي سي دي سي. افكر بنتكلم عن ميتال. ميتاليكا طبعا. في عندك لينكن بارك. بس يعني في حاجات كتير بقى، فاهم. بس انا بالنسبه لي بحب اسمع الحاجات الاندر ريتد، يعني ممكن او بسمع الحاجات القديمه، يعني ساعات بسمع الناس كتير مش بيسمعوا اللي انا هقول عليه ده، اللي هو مثلا زي فول اوت بوي. في عندك الكتريك كول بوي. في عندك مثلا نير. في عندك ده كلها، في حاجات كتير منها اندر ريتد. وفي حاجات كتير بقى، فاهم يعني. في بس مثلا بحب اسمع ميك جوردن، اللي هو بتاع دوم اترنال، اللي هو لعبة دوم اترنال. عارف لعبة دوم اترنال؟ عارفها. ما هو بس في الاغلب كل الحاجات دي بتبقى معروفة من الالعاب يعني زي ما انت بتقول كده. بس في ناس مثلا ما تعرفش من الالعاب، في ناس بتعرفها مثلا حفلات. يعني جه في حفلة اسمها بورتراك، مش عارف اسمها على اليوتيوب بشكل شافل مثلا تعرف عارف الأغنية. آه، عندك حاليا يعني اكتر باند ممكن تعرفها بشكل عشوائي من اليوتيوب بسبب ليهم كام تراك يعني سيستم اوف داون مثلا اشهر الحوار ده. سيستم اوف داون مشهورة من زمان. سيستم اوف داون ما شاء الله دي عتيقة. او بينك فلويد برضو عشان تلاقي الحاجات بتاعتها في كل حته في المحلات الجاليريز ومش عارف ايه. احنا مش ما جبناش موضوع الحلقه من عشان احنا قاعدين في جاليري مش بنبيع حاجه يعني. انا بتكلم عن الجاليريات التانية اللي هي بتبيع حاجات على بينك فلويد وكده. ف مفيش غير الباند الروك الوحيد او كده اللي بيبيعوا لها حاجات. لا، في باندات تانية. يعني عندك مثلا باند اسمها عايزين نتكلم في حته احنا دخلنا بينك فلويد عشان احنا مش بنتكلم بس عن الميتال، هنتكلم ميتال وروك برضه عشان ما حدش يقول ان احنا مش بنفهم حاجه ودخلنا الميتال في الروك يعني وبوظنا الدنيا. بس في عندك مثلا باند اسمه سكيب ذا فيت. في عندك باند اسمه Bring Me to the Horizon. في عندك ايفيدنس. لا مش ايفيدنس، سوري، مش فاكر اسمها دلوقتي. ما في علينا. باندات كتير، يعني في باندات كتير حلوه. سليب نوت، اظن انت عارف سليب نوت. يب. في باندات كتير بقى، فاهم؟ يعني دول اللي ممكن تلاقيهم بيتباعوا كتير، او ممكن تلاقيهم في اي جاليري. في ولسه بقى في حاجات لسه تطلع جديده، زي Falling in Reverse. وعندك A Day to Remember. عندك Ecstasy. عندك Open in the Sky. كل دول لسه هيطلعوا، لسه ما طلعوش اصلا. وبلاك كيز مثلا ممكن تلاقي لهم. بلاك كيز. ماشي ده بلاك هعديها لك. كيز. ماشي. عندك ايه كمان؟ في عندك بقى الحاجات بتوع الانمي زي The Rumbling، اللي هي بتاعت سيم، اللي هي بتاعت We were coming، اللي هي برضه بتقول If a loser are sleeping far, will you remember me? If a loser تمام بس كوبي رايت طبعا اشهر بقى باند روك ممكن تسمعها او سمعت عنها او عدت عليك اكيد. ذا بيتلز يعني. في ذا بيتلز. في 3 days grace، دي مشهورة جدا برضه. في باندات روك كتير حلوة يعني. بيتلز وصلوا في حته عاليه فشخ. بيتلز عملوا شركه
اللي هي كانت اسمها ابل. مم. كانت كان اسم تسويقي يعني كده، كان عامل مشاكل بينهم وبين شركة ابل اللي هي المعروفة دلوقتي. مم. وحفلات مستوى الشهرة اللي وصلوا له عالمي، كان بيروحوا في كل حتة حرفيا، لدرجة إن طلع في مرض نفسي باسمهم. كان بيعبدوا البيتلز حرفيا. الناس كانت بتعبد. كان مرة عملوا حفلة فوق سقف الشركة بتاعتهم، علشان كان طبعا ما يقدروش بالطيارة، هو بالطيارة عشان فوق سقف الشركة بتاعتهم عشان يقدروا يغنوا فوق، عشان ما يقدروش طبعا يعدوا وسط الناس من كتر شهرتهم. فكرتني انت. والشارع كلها اتزحمت وقتها. مم. فكرتني انت باسمه ده. الناس اللي بتقعد بيت لسه، اللي هو الناس اللي هو الحفله بتاع مروان بابلو. مروان. لا في حاجات كتير جامده روك. في عندك مثلا لو باندات قديمه، في عندك باند اسمه افاجد سيفن فولد، دي تحفه. في لو ميتال مثلا في عندك بوليت فور ماي فالنتاين. كل دي ممكن انت اصلا اي حد معظم الناس سمعتها من لعب زي لعبه نيد فور سبيد موست وانتد بلاك اديشن، يعني اللي كانت عربيات بوليس تجري وراك دي. نفس الكلام في برو بروفيشنال بتاعت 2013 2017، كان في برضه الميوزك اللي فيها حلوة جدا. في برضك لو عارف في باند مش فاكر اسمه كده، بس ليهم الاغنيه دي مشهوره قوي. الاغنيه دي 9 دقايق و18 ثانيه، اسمها فري بيرد. هتحسها ان هي كونتري شويه، بعد كده بتقلب روك. يعني دي حلوه فشخ مثلا. ده كيز تحس ان برضه نفس الحوار، حوار كانتري وبعدها تقلب روك. ايه كمان؟ مش كله بيعرف يعمل الشيفت ده، فاهم؟ مش كله بيعرف يعني اللي هو تلاقيه داخل في حاجه هوب يعمل حاجه تانية، فاهم؟ يعني قليل لما تلاقي الحاجات اللي زي دي. وخلي بالك انا بحب الاغاني العشوائيه فشخ، فاهم؟ يعني العشوائي ده بالنسبه لي طب فاهم؟ بيبقى انا قاعد كده اللي هو اصل بص اقول لك حاجه، احنا ك ADHD مثلا، انت متخيل ان انت ممكن تبقى قاعد في لو لمراتك كده تحس ان دماغك مشغله 8 اغاني في بعض وكلهم شغالين في نفس اللحظه وانت بتغني مع ال8، فاهم؟ فاللي هو انت بتبقى انت قاعد اللي هو ايه ده، في ايه ده، في ايه، وبتبقى انت قاعد متمزج، بتبقى انت عندك طاقه مرعبه، فاهم؟ لو انت مش، انا مش كفايه اسمع اغنيه، انا عايز اسمع ال8 مع بعض دلوقتي. كويس انت ربطت الموضوع ده، عشان انا كنت مش عارف ادخل فيه ازاي بالموضوع ده للموضوع ده، وكويس انت ربطت الاتنين ببعض. لا في الحاجات طلبات كتير. يعني عندك مثلا ساعات بتسمع، ساعات كده انت بتبقى عايز في اغنيه معينه دي اللي عاجبك، بتقعد كل شويه تشغلها. يعني انت ما عندكش مشكله تشغلها ورا بعض 10 مرات عادي، ممكن تقعد اليوم كله بتسمعها هي بس. ليه؟ لان ADHD ساعات بيخليك ان انت تبقى معلق مع حاجه معينه. الاغنيه دي بتديني فايب حلو، الاغنيه دي بتديني اقول لك السبب. لان ال ADHD بيبقى عندهم نسبة حوار الادمان الشيء 3 اضعاف الشخص العادي، فعشان كده بيبقى نسبة ان هم يتعلقوا بحاجة بيبقى اقوى من الشخص العادي، ونسبة ادمان الحاجة برضو بالنسبة لهم بيبقى اعلى. عندك غير كده اصلا انت الفكره كمان ايه، ان انت بتلاقي نفسك ماشي في الشارع اصلا انت مش مشغل الاغنيه، تقعد ترقص على الاغنيه. الاغنيه شغاله في دماغك وانت قاعد ترقص عليها، كنت ما هي عاجباك بقى وبتفايب عليها، وتبقى انت ماشي في الشارع قاعد عمال ترقص وتغني، والناس تقعد تتفرج عليك، انت عبيط ولا ايه العبيط ده، فاهم؟ بس الصراحه احنا يعني انت فاهم مش بيفرق معانا، معلش يعني. انا اهم حاجه ايه؟ ان انا ابقى مبسوط، فاهم؟ هو بص دي كل اللي بيحاولوا يعملوا يكونوا مبسوطين ليه؟ حتى العلاجات اللي بياخدوها او كده هي بتعلي نسبة اسمه ده مستوى السعادة عندهم. تمام؟ مش مستوى السعادة عندهم اقل من المستوى الطبيعي، عشان يعلي مثلا، بيعليه مثلا بنسبة 10 مثلا تقول. ف ده المفروض مستوى طبيعي، بس ده برضو العلاج بيبقى ليه اضرار وبيبقى ليه منافع برضه يعني. بص عشان كده في حته العلاج دي يعني دي حسب ايه، بتختلف من شخص لشخص. اصل معلش انا واحد من الناس، انا مش شايف ان ADHD ده مرض ولا ايه، بالعكس انا مبسوط بيه جدا، فاهم؟ ليه؟ لان ADHD مثلا لما يكون في حاجه، يعني بص في حاجه اقولها لك، بس ده مشهور يعني، اللي بعيد عن العين بعيد عن المخ. فاللي هو مثلا لو في حد مزعلني مش عارف ايه بتاع، طالما هو بعيد عن عيني انا هنساه اصلا، فاهم؟ مع الفكره انت ممكن تعرف تستغله، تعرف تستغله، تعرف كمان يعني، خلي بالك انت على فكره اللي عندهم اتش دي بيعرفوا يبدعوا فشخ.
فشخ يعني. 90% اصلا من العلماء كان عندهم ADHD، ده اللي انت مش عارفه. لا انا عارف الحوار ده، كان اينشتاين كان عنده. غير كده الحوار ده بيبقى متمثل ازاي؟ انت لو بتفكر في حاجه معينه، فكره مثلا، انت بتفكر في الفكره دي، انت هتبذل مجهودك عادي. بفكر فيها من منظور تاني غير الباقيين. ال ADHD بيفكر بنفس التفكير بتاعك ده 10 اضعاف. انت متخيل كميه المجهود اللي انت بتبذله، بتبقى الموضوع بيبقى مجهد قوي. ما هو عشان حاجه ادمنها فهو بيتعلق بيها ويدور عليها في كل حاجه. مش لازم يبقى حاجه ادمنها، اي حاجه ممكن لو قعد يفكر فيها كتير هتلاقي ان هو بيبذل فيها مجهود. يعني ما هو مش بالنسبة لك فكرة، هتبقى هي مستغرب. بتتكلم عن حوار الادمان شيء. انت ممكن تدمن ايه؟ انت ممكن تدمن انت تمسك الموبايل، انت ممكن تدمن تقرا في حاجه معينه، ده بالنسبه لي الادمان. معلش كلنا بنمسك الموبايلات، مين ما بيمسكش موبايلات؟ مين ما بيمسكش ما ده ادمان، ده اسمه ادمان. انا بتكلم كادمان ككلمه في القاموس العربي، يعني مش بتكلم كادمان اللي هو لازم مخدرات. هو مش موضوع ادمان، هو الفكره ان التليفونات بتبقى مسهله لنا حياتنا قوي، اللي هو فاهم، تعرف تكلم اي حد في اي وقت، تعرف تقابل اي حد في اي وقت، عايز تسمع اي حاجه، انت عايز تشوف اي اخبار، بتجيب كل حاجه من انت قاعد، فاهم؟ فبقى يعتبر زي شيء اساسي في حياتك. معلش برضك انت سمعت طبعا حوار النت هيتقطع بعد كام اسبوع، ده صح؟ او ممكن الحلقه النت يقطع قبل ما تنزل. الحق بستعجل بقى، فاهم؟ تخيل مثلا العالم كله لما يكون مفيهوش نت، متخيل العالم هيبقى عامل ازاي؟ تخيل انت تخيل كده انت نفسك قاعد في البيت من غير راوتر. انا اعتقد اي حد عنده شيء هينتحر وقتها. هو تقريبا عشان هو مرض حديث، فهو الناس مش هتعرف تتاقلم بالنت، يعني دول بالذات. خلي بالك مش كله بيبقى من النوع اللي مرتبط قوي بالتليفونات كده، يعني في ناس تبقى، ناس كتير على فكره يبقى التليفون ده اخره الو. الناس الكبيره مثلا اخره التليفون ايه؟ الو، خلاص ما بيعملش فيه حاجه تانيه. جدي وجدك وابونا وامنا. خلي بالك في ابهات وامهات كتير بقوا بيمسكوا التليفونات كتير، بس الفكره بس مش في ناس زينا يعني. الفكره اللي احنا مثلا ايه، احنا دايما محتاجينه، دايما محتاج معانا. انت اصلا لما بتحط، اتولدت بيه، دايما لما بتحط ايدك في جيبك ما تلاقيش التليفون، تحس ان انت في حاجه راسك في ايه. انت فاهم؟ فدي حاجه بقت طبيعيه اليومين دول، فاهم؟ فانا استغربت. معلش يعني انت تحاول ان انت مثلا تقعد في البيت كده من غير نت يوم، انت هتحس ان انت بقيت عايش بجد، تحس ان انت ايه ده، لا الموضوع مختلف، فاهم؟ بس هتحس ان يوم مثلا لو انت مش مبسوط او مش حاسس ان انت ملان، هتحس ان اليوم طويل ما بيعديش، مش عارف ايه، هتلاقي نفسك انت بتمسك تلقائيا كده، انت بتمسك التليفون. ما عشان طبيعي، بس اي حد يمشي بيبقى برضه عنده حته زهق بسرعه، مسك حاجه مثلا يقعد يحب الحاجه دي جدا او مش عارف ايه، وفجاه يزهق منها يدور على حاجه تاني، ده يزهق من حاجه يدور، ممكن يلعب له 100 رياضه ويزهق منهم كلهم ويسيبهم ويشوف اللي بعده. بص ال ADHD ما بيحبش الروتين. بالظبط، عدو بالنسبه لك، فاهم؟ انت يعني اصل بص، انت فكره ان انت مثلا لو متضايق ان انت عندك ADHD او عايز ان انت تظبط يومك، روتين. بس الفكره تقدر تفضل ماشي على الروتين ده كتير؟ لا مش هتعرف. انت فكره ان انت تروح الجيم اصلا دي لوحدها اصلا، اللي هو اقعد بقى كل يوم اروح الجيم ومش عارف ايه، وبص انت بتقعد بقى تخطط لحياتك 90 سنه قدام. وبعد كده لما يجي بقى، يا انا لسه هروح بقى ولسه مش عارف ايه، انت كده كده يبقى عندك طاقه، يبقى عندك انرجي ان انت تعمل كل ده. بس فكره ان انت كل يوم نفس الشيء، اليوم بيتعاد، فاهم؟ موضوع ممل، موضوع تحس ان انت مخنوق، يجي على صدرك. فبتبقى عايز حاجه كده اكسايتنج كده، حاجه كده تبقى انترستنج، حاجه كده تحطها في النص تخلي اليوم يبقى شكله مختلف. لو انت تقعد تقول لا اليوم النهارده كان مختلف، اليوم النهارده كان مميز. ما ده تعرف ان ده هو ده سبب حوار الادمان، لان هما بيدوروا على حاجه تخليهم مبسوطين، فلو حاجه عجبتهم فبيدمنوها عشان تخليهم مبسوطين دايما. وخلي بالك برضه حتى لو غصب عنهم، بس هي مش الحاجه دي شايفين ان هي بتبسطهم حتى لو يعملوها غصب عنهم. خلي بالك برضك في نقطه انا نسيت اتكلم عنها، النقطه دي مهمه جدا. تقريبا يعني معظم ال ADHD تقريبا، مش كلهم يعني، عندهم حاجه اسمها سوينج مود. عارف يعني ايه سوينج مود؟ موده متغير. تخيل كده انت بتبقى انت مبسوط فشخ، هوب انا مش لاحق. ده برضك
نفس الكلام برضو. مع الميتال. مش كده بس، نفس الكلام برضو لما تيجي حاجة انت عايز تشتريها، فانت هتموت في اللحظة اللي انت تشتريها بأي شكل، بعد ما تجيبها خلاص بترميها. زهقت منها. خلاص انت ايه الجديد بقى؟ ايه الهدف الجديد؟ انت الفكره الموضوع كله او انت بترمي الحاجة بعد ما تجيبها خلاص، انت ملهاش لازمة بالنسبة لك، انت جبتها. مش دايما مش كل حاجه. يعني معلش مثلا انا واحد اه من مش كل الناس- حاجة يعني، بس في ناس بيبقى هدفها هدف كبير ومش عارف ايه، بعد ما توصل له خلاص الموضوع. اصل مثلا هديك مثلا، انت لو دلوقتي انت نفسك تجيب لاب بقى جامد بقى رايزنز بقى الحاجات الجامده دي، لما تجيبها ترميه استحاله. لا بس مش هترميه، معنى ترميه هتركنه بالظبط. بس مش هترميه، انا ما اقصدش ارميه يعني، ارميه برضه. ايوه فاهم. مش بقى كل حاجه عمال تاخدها في الكونسيبت بتاع كلام. انما بتكلم كمعنى في اللغه يعني. يعني انت مثلا زي الفيجرز بتاعت البوب اب، الجيم لاب بتاعت البوب ده يعني. الفيجرز دي. يعني انت مثلا لما تكون عايز تشتري مثلا هاري بوتر ولا سبايدر مان، اشتريتها هركنها خلاص انت بتركنها، فاهم؟ اه دي ما انا معاك فيها. اما في حاجات بتبقى اساسيه شويه زي اللابتوب، بي سي، تليفون. لو انت مثلا بتحب الميوزك، لو جبت الكتريك جيتار، جبت درامز، الكتريك درامز والحاجات دي. هو انت ممكن معظم الوقت انت مش هتيجي جنبه اصلا، بس انت هتلاقيه هيجي كده يوم هتحس ان انت انا ايوه هم كويس ان انا جايبهم، هم موجودين هناك اهو. فاهم؟ هتحس كده اللي هو بهيبه بتاعتهم. فاهم. انت تبقى انت بتمشي كده بتبص عليها بتبقى مبسوط يعني. انت تبقى فخور كده، فاهم؟ المهم نرجع بس لحوار السوينج مود. السوينج مود بيجي معاك ساعات ان انت بتبقى يعني بيجي معاك في الميتال كمان، او الميوزك عامة كميتال روك. بتلاقي نفسك بتسمع الاغاني اللي هي بتبقى على طول بقى بريكنج قوي، فاهم؟ تحس ان انت مش الاغنيه كلها اصلا بنت وسخه حزينه، فاهم؟ تبقى انت قاعد بقى and I feel nothing for you او تقعد تعمل كده. فبرضك الكلام ده بينعكس عليك كميوزك، كحياه اصلا. هتلاقي نفسك اللي انت ساعات ممكن تبقى انت كل يوم بتقعد مع اصحابك وتسلم عليهم مش عارف ايه، تبقى انت لما يكون عندك سوينج مود دي يبقى انت مش الموضوع ده قاعد ساكت. الموضوع ده قريب من ثنائي القطب. بس خلي بالك ثنائي القطبي طبعا اصعب بكتير. هو اصعب بكتير، بس ساعات في دكاتره ما بتعرفش تفرق ما بينه، وتقول لك تصنف لك بقى اي حاجه ADHD، بس كتير في البلد، فاهم؟ ممكن يبقى في واحده انا كنت اعرفها عندها الاثنين ADHD وثنائي قطبي. متخيل؟ متخيل عندها الاثنين ازاي؟ قصدها صيف في الحياه. هو مشكلتي يعني بص، الثنائي القطبي مش حاجه وحشه قوي، بس مش عيبه في حته ان هو ممكن يتخيل سيناريو كامل ملوش اي 30 لازمه. يعني تخيل لا مش فكره كده، مش ده السيء. السيء ان انت ممكن يكون معاك فلوس كتير وفجاه تقرر انت تصرفها كلها مره واحده. لا دي احنا كمان بنعمل كده. ما دي الفكره، ما بقول لك في حاجات متشابهه، عشان كده الدكاتره بيصنفوا ساعات الثنائي القطب ADHD. بص الثنائي القطبي اللي انا بالنسبه لي العيب اللي انا شايفه فيه هو برضك هو ميزه، هو سلاح ذو حدين. فكره ان هو ممكن يتخيل سيناريو كامل، انت فاهم؟ اللي هو ممكن لو مثلا واحد بسلم عليه فراح مسلم عليا ببروده ازاي وراح ماشي على طول، انت تقعد طول اليوم بقى الراجل ده مش بيحبني، الراجل ده بيتمنى لي الكوره، بيتمنى لي اذى، مش عارف ايه. تقعد بقى تبني بقى نظريات وحاجات كتير قوي ورا كلمه ازيك دي، وفي الاخر تقعد تفكر تاني وتقول لا يا عم ده هو مش كده، وممكن هو يطلع عكس كده اصلا في الاخر. يبقى انت تشيل ذنب اكبر بقى وتقعد تقول انا وحش، انا مش عارف ايه، انا ظلمت، انا مش عارف. تقعد بقى تزعل بقى على يعني على الزعل زعلين، انت فاهم؟ والموضوع يقعد يوسع ويكبر، فاهم؟ فده عيبه. بس ميزته برضك في ايه؟ ان انت مثلا لو يعني افترض انت مثلا ارتست مثلا تغني مثلا راب. انا عندي واحد صاحبي تاني عنده ثنائي القطبي ده، واليومين دول بيغني راب اصلا، بس انا مش هقول اسامي. الشخص ده يعني هو لسه دلوقتي اندر ريتد ولسه بيتشير يعني، وبدا يعمل براندين، عامل براند عاديه وعامل براند غاليه شويه. يعني هو بيحاول ان هو يعمل كذا حاجه مع بعضيها. الفكره هنا ان هو قدر يتغلب على ثنائي القطبي شويه. فهو اصلا الموضوع جاي من الاول ازاي؟ ان هو قاعد بقى يقول لا انا احسن واحد بيغني مش عارف ايه بتاع،
انا هعمل اغنيه كذا ومش عارف ايه وهعملها كذا، بحيث ان هي تبقى بتعمل هيت لكذا، فهي تروح جايبه من الناحيه اليمين والناحيه بيقعد يحسبها من نواحي كتير قوي، بيقعد يحسبها توقيت، اللي هو انا في خلال سنه انا هعمل كذا، وفي خلال سنتين انا هعمل كذا. ده انا ده ايه ده انا ده انت عندك سؤال كوبي. انت انت فاهم، فاللي هو بيقعد يحسب حاجات كتير قوي. يعني هو اصلا في الاول اصلا كل الكلام ده ما كانش موجود اصلا، قعد يحكي لي ويقول لي انا بص انا هعمل ايه، انا هغني راب مش عارف ايه وبتاع، وهعمل كذا كذا كذا، ويقعد يعني ممكن يبقى قاعد في امان الله احنا الاثنين قاعدين نتكلم، فجاه يروح ماسك التليفون يفتح النوتس يكتب بار، اللي هو ايه ده، يقول لي انا جبت دلوقتي في دماغي لو لو فضلت شويه هنساه، يروح كاتب البار ومش عارف ايه. وبعد كده في الاخر يعني في واحد صاحبي تاني اسمه من غير برضك ذكر اسامي، هو صديق ليا من النيجر، ويعتبر يعني صاحبي من الثانويه، يعني يعتبر مع اقرب واحد ليا هو وصاحبي التاني ده. قعدوا هما الاثنين قعدوا يعملوا بيتس ومش عارف ايه وعملوا اغاني وكتير قوي، و دلوقتي ما شاء الله يعني في تقدم، في تحسن. ودي كل الحوار ده كان فكره بس فكره ان هو مسك الفكره دي بايده كده وقعد يمشي وراها، وزود عليها حوار البراند ده. حوار البراند ده حلو قوي يعني، فاهم؟ تخيل انت اي حاجه انت ممكن تبقى عايزها ممكن تعملها. في بيتشات كتير بتعمل كل ده، بس في حاجات كتير زي الحاجات بتاعت الميتال مثلا مش هتلاقيها. دور على حاجه بتاع ميتال ممكن تلاقي اللي هي الجوثيك هاوس مثلا، بس هتلاقي كل حاجه الفيجرز بتاعتها غاليه. مثلا السويره مثلا بتاعت الميتال اللي هي كلها شوب دي يقول لك ب 180 جنيه، ليه يا عم؟ اشمعنى يعني؟ فاهم؟ وفي الاخر تلاقي الخامه برضك مش قد كده، مش متستاهلش ال 180، فاهم؟ ده غير التوصيل طبعا. فصاحبي عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل حاجه زي كده، بس ايه يعني في البراند العادي اللي هي بتاعته دي كده بتحرق الفكره بتاعته. ايه ده؟ يا عمي لما الحلقه تنزل، ده نزل اصلا. هتنزل متقلقش. يعني هو مثلا يعمل ايه، ان هو يبقى في البراند ده يبقى منزل سعر كويس، بس مش خامه برضه مش هتبقى نفس اللي قبل كده، بس تبقى سعرها احسن معقول يعني. في البراند التانية النظيفة طبعا هيبقى خامة وجودة وكل حاجة، فاهم؟ يعني انت هتقعد يعني هتبقى عاملة زي الحاجات الاوريجينال كده، لان هو هيستخدم حاجات نظيفة قوي، فاهم؟ حاجات طبعا هتبقى غالية، وكل واحد على حسب الطلب، فاهم؟ بس خلي بالك الحوار ده، يعني البراند التاني ده هيبقى مرتبط باسكندرية، هيبقى البراند التاني ده في اسكندرية. البراند الاولاني ممكن توصيل شوية، يعني ممكن اوصل لك بتاع، بس الكلام ده في القاهرة مش في اسكندرية قوي. ويعني ادينا مستنيين الموضوع كله، بس مسألة وقت. فاللي انا الفكرة يعني حوالين كل الرغي اللي انا بقوله ده ان الموضوع كان فكرة وفضل ماشي وراها. الكلام ده اقسم بالله يا ابني بقاله بتاع 3 4 سنين، 5 سنين 6 سنين. الكلام ده من اولى ثانوي، انت متخيل الكلام ده من اولى ثانوي ثانيه ثانوي قاعد بيقول لي الكلام ده، ودلوقتي هو بينفذه، انت فاهم؟ دي ميزه جامده قوي، بس الفكره تعرف تتعامل معاه ازاي، تعرف تتعامل مع السوراك كوبي ده ازاي، تعرف تتملك منه، تعرف ان انت تمسكه، اللي هو معلش يعني انا اسف في الكلمه اللي هو تعرف يعني هو بيبقى عامل زي الكلب كده، كلب سهران، فانت ازاي تخليه يهدى، ازاي تخليه تدربه، ازاي ان انت تخليه يسمع كلامك، يبقى يعني يبقى هو معاك مش ضدك، فاهم؟ بس فده اللي انا كنت عايزه. انت عايز تقول حاجه؟ بص، بالنسبه لل ADHD اصلا لو حد كان عايز يتابع مثلا سلاسل او سلسله حلوه، ممكن تشرح له الموضوع كامل لو هو عنده او شاكك ان هو عنده. في عندك سلسله احمد البحيري، وبرده لازم تكشف يعني كده ده لازم ده يعني. رقم واحد، معلش انت في حاجات بس عايز تفهم عنه اكتر، ففي سلسله كان احمد البحيري عاملها عنده في الشانل لل ADHD، هتشرح لك الموضوع من اوله لاخره وعلاجاته، بس طبعا مش هيقول علاجاته، والعلاجات اي دكتور هيوصفها لك حسب الحاله بتاعتك، حسب انت محتاج ايه بالظبط، عشان انت ممكن يكون عندك AD بس او ADHD بس، فحسب لو عندك هايبر اكتيف ممكن يكون عندك هايبر اكتيف، بس مش لازم، ملوش علاقه بالاتنشن اللي عندك، فاهم؟
وخلي بالك برضك ال ADHD ده دي 3 درجات. الدرجة الأولى اللي هي فرط حركة، الدرجة الثانية قلة تركيز، الدرجة الثالثة فرط حركة وقلة تركيز. خلي بالك برضك ال ADHD نفس اللي قلته والله. المهم اللي أنا عايز أقوله إن ال ADHD بتاع الصغيرين غير بتاع الكبار، بتاع البالغين بيبقى مختلف خالص. في حاجه كمان برضو بتاع البنات بتبقى مختلفه عن بتاع الولاد. بس الفكرة كلها انك تعرف ان انت يعني فاهملك ازاي تريليت معاه وكده وعايش. وخلي بالك برضك مفيش حاجة اسمها علاج لل ADHD وانت كبير. انت وانت صغير يعني انت طفل ممكن تتعالج، انت كبير دي انسى. ليه؟ لان هي بتبقى خلاص بقت سلوكك، بقت طبيعتك، لان دي حاجة بتبقى في كيميكالز في دماغك هي اللي بتتغير، فانت مش هتعرف تغير ده. انت فاهم؟ انت ممكن الطريقه الوحيده اللي العلاج بس مجرد بيساعدك انما مش بيعالج بالظبط. بس هو انت لازم كده كده لازم تاخد مساعده يعني مش اكتر. كده كده لازم تعتمد على نفسك وتتدرب نفسك في حاجات كتير. ممكن تاخد علاج سيكولوجي مثلا ويساعدك برضه فيه. بس الفكره برضك ان معلش انا واحد من الناس انا مش شايفه حاجه وحشه. انت لو عرفت تتعايش مع الوضع وشايف ان الموضوع اصلا ميزه مش عيب، ليه اصلا تتعالج؟ فاهم يعني؟ انا بالنسبه لي انا مبسوط بيه الصراحه، لان انا في افكار بجيبها. لا بصراحه من رايي لازم يكشف على الاقل ويطمن، فاهم؟ حتى ياخد علاج او حاجه تساعده. وخلي بالك في اعراض بتاعت ال ADHD عشان ما نشجعش الناس يعني ما لا اكشف معلش، بس هو يعني بس الفكره كلها لما تكون حاسس ان الموضوع تعبك، مش لما يعني هو لو فارق معاك ومؤثر عليك في شغلك بقى مش عارف ايه في دنيتك قشطه. انما مش حاسس بكده فاهم، حاسس ان هو ما فرقش معاك في حاجه خلاص. وخلي بالك برضك انت ممكن تبقى انت مش عارف ان انت عندك ADHD، لما تعرف هتحس بالاعراض قوي، هتحس بالاعراض جدا. يعني انا واحد من الناس انا ما كنتش عارف ان انا عندي ADHD، كذا حد يقول لي انت عندك ADHD مش عارف، اقول له لا يا عم. بس بعد كده يعني عرفت من اهلي ان انا وانا صغير كان عندي ADHD، وكنت وانا عندي 4 سنين لحد 4 سنين ما كنتش بتكلم، كنت بروح لدكتور تخاطب وكده. فمن هنا عرفت ان انا كان في ADHD في الدماغ. فاهلي قعدوا يعجبوني اللي هو في حوار الكلام ده لحد ما عرفت اتكلم. قال لك بس كده زي الفل. ما نكملش بقى، فاهم؟ فانا من هنا حوار ال ADHD ده فضل معايا. انا مش حاسس حوار ملوش علاقه تقريبا بحوار الكلام. انا اتكلمت عادي وقت 8 شهور. هو المفروض مش هو ملوش علاقه بحوار الكلام، بس الفكره ان كان عندي يعني انا لما عرفت لما اهلي عرفوا ان انا مش بتكلم كان عندي كمان ADHD، فعالجوا الكلام ما عالجوش ال ADHD سابوه. انت فاهم يعني؟ انا كان معايا الاثنين مع بعض كده، فاهم؟ كنت واخد باكج. وخلي بالك برضك اعراض ال ADHD تبقى شبه حاجات كتير قوي، شبه حاجات تانية كتير. فمعلش مش كام عرض من الاعراض شبه ال ADHD يبقى ده معناه ان انت عندك ADHD. فلازم تكشف، لو انت عايز تعرف لازم تكشف، ولازم تتعود برضك، يعني لازم تتأقلم مع الوضع. يعني ما ينفعش مثلا ان انت يبقى عندك ADHD وانت مش عارف، وبعد كده تكتشف فتحس بالاعراض قوي مش عارف ايه، وتحس ان الموضوع بقى مرض. كده كده هيأثر عليك نفسيا لما انت تعرف، فاهم؟ هو بس الفكره ان انت تتأقلم. معلش انت مش حاجه جديده انت ماشي عليها، انت طول حياتك ماشي عليها، بس الفكره اللي انت عرفت انت ايه ده بس. زي مثلا انت بيطبخ لك اكله، فلما تعرف ان الاكله دي مثلا فيها حاجه مش بتحبها هتكرهها، انما لو ما عرفتش وعجبتك وكلتها مش هتفرق معاك اهو. يعني مثلا زي يعني في ناس الاوريو الامريكي مثلا، في ناس كتير تقول لك ان الاوريو مثلا بيتحط فيه دهن خنزير. هو احنا كلنا بنحب الاوريو صح؟ فانت لما هتعرف ان في دهن خنزير انت طبعا هتتضايق وكل حاجه، بس انت يعني هتدور بقى على الحاجات الحلال شويه، فاهم؟ يعني هتدور على حاجه زيه بس. ومعلش برضك انت لو لقيت انت هتلاقي نفسك بتهب كده على الاوريو، هتروح تاكل الاوريو برضك عادي، فاهم؟ مش هيفرق معاك، فاهم؟ ممكن يفرق معاك كريم. فهتحاول ان انت تعمل حاجه انت بقى في البيت بقى اللي هو حاجه تبقى حلال بس، فاهم؟ ما تحاولش ان انت تشوف الموضوع كمرض، ولا تشوف الموضوع كانه شيء تقيل عليك او شيء يضايقك، لان كده كده ده كان روتينك اصلا. انت الفكره كلها ان انت عرفت المواصفات اللي فيها ايه، بس اسم الشيء ده ايه بس. فما تعتبروش خالص انه
شيء تقيل او شيء وحش، لا بالعكس، ده معلش انت 90% من العلماء ADHD، ف تتخيل ان انت ممكن تبقى في يوم من الايام واحد زيهم مثلا، فاهم؟ بس بالظبط، الفكره كلها ان انت تشتغل على نفسك، الفكره كلها ان انت تقعد تدور وتبحث ومش عارف ايه وتفضل ماشي ورا اللي انت عايزه. ما اوعى اللي انت مثلا تبقى انت في حلم قدامك وبعد ما هتقعد سنين كتير فيه تروح هوب مش مهم، لا مش عايزه، لا اوعى تعمل كده. انت كده بتهد كل حاجه، فاهم؟ انت كانك فاهم اللي هو ايه، اللي هو انت كان نفسك مثلا تاكل مثلا بيتزا مثلا، فعملت البيتزا مش عارف ايه خلاص هتحطها على النار، فتقول لا انا عايز اكل شاورما دلوقتي، ايه ده؟ لا ما ينفعش، فاهم؟ بس خلاص يعني تقريبا كده احنا خلصنا. لا لسه. انت عايز تقول حاجه تاني؟ اه ماشي قول حاجه تاني. هتلاقي معظم من اللي بيسمع ميتال او اللي بيسمع روك دايما الولاد، انا بتكلم عن الولاد، هتلاقيه دايما بيحب الحاجات الاندر ريتد، الحاجات اللي مش مشهوره. ليه؟ ما انت مش هتبقى عارف. هتلاقي البنات دايما مشهور هو اللي حلو، مشهور هو اللي جامد، اما الولاد هتلاقيه دايما بيسمع الحاجات الاندر ريتد، الحاجات اللي مش مشهوره او الحاجات خدت بالي القديمه. كتير من الموضوع ده. يعني انا مثلا واحد من الناس، انا تقريبا 90% من الميتال بتاعي والروك بتاعي كله اندر ريتد، الناس ما تعرفهمش اصلا، فاهم؟ وحاجه انا لاحظتها، يعني ده مش الكلام ده مش في الميتال والروك، الكلام ده في اي تايب من تايبس الميوزك او الفيديوز عامه. لما بيكون حد اندر ريتد بتلاقيه دايما بيقدم افكار حلوه، بيقدم افكار جامده، بيشدك. لما بيتشهر تلاقيه بيبدا يخرج، يبدا يحط حاجات رخمه. يعني مثلا مروان بابلو في الاول كان عامل اغاني جامده قوي، صح؟ كان عامل حاجات تحفه. لما اتشهر يعني مروان بابلو فيه حاجات كتير برضه كانت حلوه، بس لما بيتشهر تحس ان ما بقاش بقوه زمان، ما بقاش بقوه الحاجات اللي هو كان بادئها، فاهم؟ الكلام ده برضك مثلا ترافيس سكوت كان هو قال كده في مقابله تقريبا. الصراحه مش متابع انا قوي، بس انا بقول لك انا من مع وجهه ياسين نظري، زهران كان عامل مقابله وقال حاجه زي كده. انا بقول لك الصراحه من وجهه نظري، فاهم؟ عندك مثلا ترافيس سكوت كان زمان بيعمل حاجات جامده قوي، فاهم؟ وتبقى الناس كلها ايه ماسكاه جامد. بس بعد كده لما بدا يتشهر، بدا ان هو يبقى هيت ويبقى بيسمع، تلاقي الاغاني الاخيره بتاعته مش حلوه. يعني اي حد الكلام ده مع اي مغني اي ارتست، انت هتلاقي الاغاني الجديده كلها وحشه، وتلاقي الناس كلها بتسمع القديم. ليه؟ لان القديم كان هو اللي جامد. انت يعني انا لو اتكلم مثلا على على مثلا ابي يوسف مثلا، برضك كان نفس الشيء. ابي يوسف برضك كان جامد قوي في زمان، وكان ابي يوسف ده كان حاجه عن جامده. رايي شايفه لسه ستيل جامد. انا بالنسبه لي الاغاني الاخيره اللي هو عملها ما كانتش قد كده بالنسبه لي. وخلي بالك برضك، انا سبب من الاسباب اللي بيخليني ما اسمعش عربي ان بقى شبه بعض، كله شبه بعض. يعني انا بالنسبه لي شايف ان يعني انت مروان شايف موسى واحد دريل او كده؟ لا مروان موسى ممكن مختلف شويه عنهم. انا بالنسبه لي لو انا اقول لك عن مثلا، رايي يعني. انا هقول لك عن رايي، الناس اللي عجباني مثلا مروان موسى، مروان بابلو، اسمه ايه ده، شاهين مثلا. عندك برضك شاب جديد، هتلاقي كل دول بره الدايره. يعني مروان بابلو كان جوه الدايره اللي هو بتاعت النار، ونعملها بركان ونولعها بنزين فاهم؟ اما شاب جديد هتلاقيه بره دايما. شاهين قاعد في دنيا تانية خالص. مروان موسى ممكن برضك عمل هيت كده، بس مروان موسى برضك هتلاقيه دايما بره الحسبة، ما بيخش جوه الحسبة كتير. يعني ممكن بيرمي حاجة كده ويطلع بره تاني، فاهم؟ ف ريسبكت الصراحة لكل الناس دي، وطبعا ريسبكت لأحمد مكي، لأن طبعا ده البابا بتاع كل حاجة. مفيش حد في مصر قال لك إن أحمد مكي فني وحش، كله بيقول لك إن أحمد مكي أحسن واحد. رايك محترم. هو ده رأيي بالنسبة لي، بس برضك معلش انت طلع لي حد مثلا بيقول على احمد مكي وحش. كتير بصراحه، بس هو كل واحد رايه. معلش احمد مكي من اول الناس اللي كان، يعني برضك من الناس القديمه اللي بدات راب، برضك من الناس اللي هتلاقي دايما الاغاني ليها معاني، الاغاني ليها ما مش شرط يكون ليه معنى. يعني احنا دخلنا في حته راب ومش عارف، لا كده موضوع تاني. صح. انا مش في الحته دي، انا كان عامل فيلم مصري او حاجه زي كده، لا حاجه تاني خالص.
انا بالنسبه لي الصراحه انا قلت كل الافكار اللي في دماغي يعني فاهم. بس الكلام ده كله هينعكس برضك على شخصيتك سواء ميتال او روك. تلاقي اللي بيسمع ميتال او اللي بيسمع روك هتلاقي شخصيته بدات تتغير شويه. ما اعتقدش الاغاني ما بحسهاش بتاثر، بس كل اللي بتفرق معاه انت بتهايب، وده اللي بيأثر عليك حرفيا في الحاله المزاجيه اللي انت فيها دلوقتي بس. طبعا انما غير كده ما حاسش خالص في حوار تغيير الشخصيه والكلام ده كله. لو حد معتمد بيغير شخصيته على كلام، على اغنيه مثلا او على كلام اغنيه، مش بحس شخص ناضج 100% بصراحه. الصراحه بحس يعني انا واحد من الناس ممكن ساعات ببقى في الوضع ده، بس ببقى عايش زي حاجه زي وهم، الشخصيه مش شخصيتي فاهم. ف الموضوع كله اللي هو بيبقى ليه علاقه بالفايب. اما لما بتبقى انت قاعد بتربط شخصيتك بقى بالحوار ده، انت كانك لسه بتتفرج على مسلسل جديد، وبتبقى بتعمل نفسك ان شخصيتك هي شخصيه انا ووتر وايت. ايه؟ انا ووتر وايت. انا ديد بول او مثلا مون نايت فاهم يعني اللي هو بقى العيال اللي بتحط صور انمي في البروفايل بيكتشر. لا انا استغفر الله بره عني الكلام ده. الصراحه بشوف الناس دي كرينج قوي، مع ان الصراحه ساعات بتبقى حوار بيبقى لذيذ وبتاع اللي انت لو انت بتحب حاجه زي دي. بس لما بتلاقي الشخص بقى يعني انت لو مثلا يعني انا كان في واحد كنت اعرفه، الواد ده كان دايما عمري ما شفت صورته. والله العظيم تخيل 4 سنين 5 سنين ما اعرفش شكله عامل ازاي. اتقابلنا في مره، عارف كده الناس اللي بتحط صوره قطه مش مثلا اللي هو الشغل الكرينج ده، وتقابله. تخيلت المنظر اللي شايف فيه النهارده على الحوار ده، كان بيقول صاحبك اللي تحكي له كل اسرارك ده فيطلع طفل عنده 12 سنه. لا مش كده، لا اللي هو انت لما بتقابله اللي هو اشمعنى مش شبه القطه مش هي اللي حاططها في صوره البروفايل. فاهم اشمعنى شكله مش شبه صوره البروفايل اللي هي الانمي اللي هو حاططها فاهم. تحس ان في حاجه غلط، فتحس ساعتها اللي هو يا ريتني ما قابلته، يا ريتني كنت عارفه بالسوشيال ميديا. ولما بتقابله في الحقيقه فاهم يعني انا لما بقابله في الحقيقه تحس اللي هو لا ده شخص تاني يا عم، لا انا مش عايز اقعد معاه فاهم. الموضوع برضك بيفرق من شخص لتاني فاهم، او الشخصيه التانيه. وهتلاقي يعني حوار الناس اللي بتبقى عامله انمي دي بقت كتير قوي فاهم. الانمي حلو وكل حاجه، بس معلش ما تعيش شخصيه مش شخصيتك، ما تعيش شخص مش انت اصلا فاهم. بس ده اللي انا عايز اقوله. بس كده يعني برضه مفيش حاجه تانية عايز اقولها. كده بس خلصت الحلقه. دي من اطول الحلقات الصراحه اللي انا عملتها. مبسوط انت كنت معانا الحلقه دي النهارده، وانا وسام. احنا كنا ما قلناش اسمه اصلا. مش مشكله، اللي كمل هنا يقول ان هو الحلقه كانت مع مين. هو لو كده تبقى حطها في الاول اهلا يعني بص اعملوا برضه سبسكرايب ولايك والحاجات دي، عشان انا اول مره دي كانت اول حلقه اقول فيها الكلام ده، عشان انا ما كنتش مهتم بيه اصلا. اهلا بيك، انا مهتم بيه. هو بص يعني الموضوع كله اللي انت حاول ما تجبرش على حد على حاجه. بس لا ما بجبرش، بس انا اول مره اقول اعمله. انا عمري ما قلت لحد يعمل حاجه. ولو عجبك فاهم اعمل سبسكرايب، لو عجبك وشير يا ريت شير برضه. فعل زر يعني شير بالاجبار يعني. فعل زر الجرس جزر لا يصلح كل جديد. حلو نسميه جزر، بس مش ناس كتير. لا مش ما علينا. بس كده نشوفكم في حلقه جديده.